السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم قناة أفكار ميرو. النهاردة هنعمل معشوقة الجماهير اللي كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعمل أكبر صينية بيتزا ممكن تعمليها، طريقة سهلة ومكونات متوفرة في كل بيت. هنعمل النهاردة البيتزا بالفراخ. أنا عاملاها يا حبايبي النهاردة صينية كبيرة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، علشان النهارده عيد ميلاد اختي. عيد ميلاد اختي ال 22 وهي من عشاق البيتزا. قررت بدل ما نعمل تورته نعمل بيتزا. فرحت جدا بيها، كان طعمها حلو وكمان كانت سهله وبسيطه. كنت فرحانه انا وبعملها علشان اختي من عشاق البيتزا. كل سنه وانت طيبه يا عمري. يلا بينا يا حبايبي نعمل بيتزا بطريقه سهله وبسيطه جدا. اول حاجة طبعا احنا هنجهزها مع بعض هي العجينة بتاعت البيتزا. طريقتنا سهلة وبسيطة ومبسطة، واي حد هيقوم يجربها معانا والنتيجة هتطلع مضمونة. حطيت معلقة من الخميرة تقريبا 10 جرام، وقصادهم معلقة من السكر، وهدوبهم كويس جدا في ربع كوباية من المية الدافية. وبعد كده هغطيهم واسيبهم 5 دقايق لغاية لما الخميرة تتفاعل مع السكر كويس جدا. وممكن كمان تستغني عن المية وتحطي لبن. واحط كمان يا حبايبي، هنا جبت الطبق بتاعي اللي هبدأ اعجن فيه، وعندي هنا ربع كوباية من الزيت، ما يعادل 4 معالق كبار من الزيت. ومعايا هنا يا حبايبي الخميرة اللي احنا عملناها مع بعض. شفتوا كده ملت الكوباية ازاي؟ وكمان هنا معايا معلقتين من السكر، ومعايا معلقة من لبن البودرة. هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. اللبن البودرة في اي مخبوزات بيكون نفسه حلو جدا في المخبوزات، وكمان طعمه مميز. انا هنا حبايبي احط معلقه من الخل من الماده، من مواد الرفع الجميله اللي بترفع جدا المخبوزات معانا وبتبقى هشه. هكمل العجين بتاعي باللبن، ومعايا كمان كوبايه كده من اللبن الدافي. ودلوقتي الدنيا شتا طبعا، هنعجن كل المخبوزات بتاعتنا بالميه الدافيه او باللبن الدافي عشان يسرع عمليه التخمير. الدافي مش السخن. السخن بيخلي الخميره بتاعتنا تتكاسل كده وما ترفعش معانا ابدا. هنا حبايبي هحط 4 كوبايات من الدقيق، واحط عليهم كده الملح. نص معلقه. هقلب كل المكونات مع بعضها. هنقول المكونات تاني احنا وبنشتغل كده يا حبايبي. حطيت معلقه من السكر وقصادها معلقه من الملح. قلبتهم كويس جدا في شويه ميه دافيين، وسبتهم تقريبا 5 دقايق لغايه لما اتفاعلوا مع بعض كويس جدا. اول ما الخميره بتاعتنا اتفاعلت كده مع بعضها، حطينا ربع كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من لبن البودره، وكمان حطينا رشه ملح و4 كوبايات من الدقيق. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها. حطيت يا حبايبي كوبايه من اللبن الدافي، وبدات اعجن العجينه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هتكون عجينه طريه وبتلزق شويه. اهم حاجه نخدمها كويس جدا في العجن بالشكل اللي انتوا شايفينه. خلصت العجن كويس بتاع البيتزا بتاعتنا. هدهن الوش كده حبه من الزيت، وهغطيها واسيبها كده نص ساعه. وفي الوقت ده اللي هتختمر فيه العجينه بتاعتنا، هنكون نشتغل في الخطوات او المكونات بتاعه حشوه البيتزا. شايفين مفيش اسهل من كده. اول حاجه تعملي العجينه بتاعه البيتزا، وبعد كده كله هيجي ورا بعضه سهل كده وفي السريع، مش هتاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود. هنا حبايبي طلعت من الفريزر، كان عندي صدرين فراخ كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ما شاء الله، ما يقارب كيلو من صدور الفراخ. هقطعهم مكعبات صغيرة او شرايح حسب ما تحبي يعني، بس الطريقة دي بيكون شكلها حلو جدا في التقديم. هقطع كده الفراخ مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. دي كانت عندي متوفرة عندي في الفريزر. البيتزا كانت سهلة جدا، يعني نية أختي صافية ربنا يبارك في عمرها يا رب وافرح بيها. هنا يا حبايبي خلصت تقطيع الفراخ بالشكل ده. جبت كوباية من الزبادي البلدي، ما يعادل كده 100 جرام من الزبادي البلدي، أو 4 معالق كبار من الزبادي. وهبدأ أحط التوابل بتاعة الفراخ بتاعتنا. احنا هنتبل الفراخ بتتبيلة الشاورما علشان يكون طعمها مميز في البيتزا. احط هنا نص معلقة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، رشة من الشطة، نص معلقة من التوم البودرة، وكمان هحط نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من البصل البودرة. وأقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. يفضل هنا انك تعمليها بالليل وتاني يوم تبدأ تشتغلي فيها، او تعمليها قبليها كده بنص ساعة، هيكون طعمها حلو جدا. بس انا اشتغلت فيها على طول وكان طعمها ممتاز معايا، وكانت ما شاء الله تتبيلة مظبوطة جدا.
هنا جبت الصينية بتاعتي او الجريل اللي انا هبدأ اشتغل فيه وسخنته كويس، وبعد كده هبدأ اضيف معلقة من السمنة او الزبدة، واضيف كمان معلقة من الزيت. هنا طبعا مننساش احنا واقفين في مطبخنا اول ما نشغل البوتاجاز نسمي الله دايما ونصلي على حضرة النبي عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. اهم حاجة الصينية تكون معاكي سخنة جدا، وبعد كده نبدأ نضيف الفراخ بتاعتنا علشان تاخد صدمة. انا عاوز الفراخ تحمر تديني اللون الذهبي الجميل. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي الفراخ ما شاء الله ما قلبتهاش خالص غير لما تاخد لون كده من على الجنب التاني، وبعد كده ابدا اقلبها. مش هتاخد معايا كده 5 دقايق على البوتاجاز وتكون جاهزة. الفراخ مش بتاخد اي وقت خالص وبتستوي معانا بسرعة. انا هنا مش هضيف لها اي حاجة خالص غير بس ان انا احمر الفراخ واديها اللون الجميل ده. شايفين الجمال؟ ريحة بقى كانت هنا خطيرة جدا، اللهم بارك. حاجة كده في منتهى الجمال، سهلة سريعة بسيطة جدا، نية صافية. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبتي وافرح بيك يا رب. هنا بقى الخطوة بتاع الصلصة بتاعت البيتزا، من أهم وأجمل الخطوات الحلوة السهلة السريعة. أنا هنا هعمل كمية كبيرة عشان محتاجة الكمية كلها في أي وقت أعمل بيتزا تكون الخلطة جاهزة عندي. جبت كده تقريبا نص كيلو من الطماطم وحبيتين من البصل وكام فص ثوم، ورشيت عليهم مع نص معلقة من الملح وكمان نص كوباية من المية، وهبدأ كده احطهم على البوتاجاز لغاية لما يتبالوا خالص خالص. ما ضفتش اي اضافات خالص غير نص معلقة من الملح. وهنا حبايبي بعد ما استووا معايا كويس جدا هبدأ احط توم بودرة وبصل بودرة وشطة وبابريكا وكمان فلفل اسود، بس من كل حاجة نص معلقة، وهضربهم في الخلاط. واحتفظ بالكمية دي في التلاجة زي ما انت عاوزة تكون صلصة البيتزا جاهزة عندك. دي من اسهل الوصفات، طعمها ممتاز جدا زي بتاعة المطاعم ودي يمكن احسن. طعمها جميل جدا وكمان صحية، تفضل معاكي في الفريزر او في التلاجة لأطول مدة ممكنة. اهم حاجة تضربيهم في الخلاط لغاية لما ينعموا جامد بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. مفيش اسهل ولا احلى من كده. صلصة البيتزا على اصولها طعمها مميز وكمان شكلها مميز جدا. حاططها في برطمان عشان استخدمها، وكمان الكمية اللي تزيد ما تبص مني خالص وحطها في الفريزر او في التلاجة. هنا في الوقت ده كانت العجينة بتاعتنا اختمرت في الوقت المناسب. عملنا الفراخ وكمان عملنا الصلصة بتاعت البيتزا، وكمان قطعنا حبة فلفل الوان كده هنبدأ نشتغل فيهم مع بعض. هنا يا حبايبي شايفين ما شاء الله العجينة كده. انا هعمل صينية كبيرة اللي هي الحجم الكبير خالص للبيتزا، وهعمل صينية صغننة كده بس على جنب. هقسم العجينة كده اخد منها حتة صغننة عشان العجينة بتاعتنا حجمها كبير، يعني 4 كوبايات دي هيكون مناسب جدا. انا عجنت 5 كوبايات علشان توقعت ان الصينية تكون اكبر من كده، بس 4 كوبايات دي كانت ممتازة جدا. هبدأ افرد العجينة بتاعتي كده لغاية لما اوسعها خالص خالص وتكون بوسع الصينية اللي انا هبدأ اشتغل فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن؟ يعني الصينية اللي انا هشتغل فيها دي تقريبا مقاس 50 او 60 مش عارفة، بس هي اكبر صينية موجودة عندنا في البيت. ما شاء الله كان شكلها مبهر في البيتزا. اهم حاجة كل اطراف العجينة تكون متساوية بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بحاول اسوي الاطراف كلها علشان تكون متساويه، ما يكونش جنب تخين شويه وجنب رفيع شويه. جبت الصينيه مش هدهنها اي حاجه خالص. كل اللي انا هعمله ان انا هنقل العجينه كده بتاعت البيتزا، هنقولها كده في الصينيه الكبيره. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. هبدأ كده اسوي العجينه بتاعتي كويس جدا في الصينيه علشان يكون حجم الصينيه مناسب ليها. شايفين ما شاء الله العجينه بدأت افردها كده لغاية لما تتساوى معايا كويس. اهم حاجة ان تكون كل الاطراف متساوية. كم خطوة مهمة تعرفيهم لعجينة البيتزا، ان تكون معاكي في التحضير او في العجن تكون معاكي طرية شوية عشان تكون معاكي سهلة في الفرد انتوا بتشكليها. بعد ما فردتها في الصينية بالشكل ده هبدأ اعمل ليها كده حافة علشان اللي في النص احشيه، والاطراف اللي الحافة بتاعت البيتزا كده تكون عالية بعد ما تختمر او بعد ما تستوي. هبدأ كده بس اهبطها بالشوكة عشان ما تعلاش معايا هي وفي الفرن. وبعد كده يلا بينا نجيب الصلصة بتاعت البيتزا اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين لونها حلو ازاي وريحتها كانت ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة جدا. لو انت حابة كمان تضيفي زعتر في الصلصة دي هتكون معاكي جميلة وتديكي طعم الصلصة اللي بنشتريها من بره. بس الصراحة الصلصة دي طعمها ممتاز جدا وريحتها جميلة. وزعت الصلصة كويس جدا يا حبايبي
هجيب هنا اي نوع جبنة موتزاريلا، بس يفضل يكون نوع كويس علشان الجبنة تمط معاكي شوية. بس للأسف النوع اللي انا استخدمته ما كانش كويس خالص، وكأني كده محطاش جبنة خالص غير لون كده بس. هنا بس يا حبايبي وزعت الجبنة حبة كده بساط كده من الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده هبدأ ارش الفلفل الالوان. صلوا على حضرة النبي. لو لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. شايفين الجمال؟ حاجة كده في منتهى الجمال، شكلها مبهر كده هي ونية. الفلفل الالوان عمل معاها شغل جميل جدا. وممكن كمان تستغني عن الفلفل الالوان لو حابة تحطي بصل، حطي خضار، حطي اللي انت تحبيه. بس الصراحة البيتزا بالشكل ده كانت جميلة جدا. هنا حبايبي هبدأ احط قطع الفراخ اللي احنا سويناها مع بعض، وبعد كده هبدأ ارش الجبنة الموتزاريلا. ارش بقى كمية حلوة كده من الجبنة الموتزاريلا. انا معايا نص كيلو كده، هبدأ ارش كله من فوق. شايفين الجمال؟ مفيش اجمل ولا اسهل من كده. شكلها كده يتاكل ني ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعد كده يا حبايبي هبدأ ارش عليها رشة كده من الزيتون الاسود، بيكون حلو جدا معاها. يعني بيكون كمان طعمه مميز، وكمان بيكمل شكل البيتزا القمر. شايفين؟ هبدأ اوزع زيتون كويس جدا، يعني كل الاطراف كده حاول ان يكون فيها زيتون. لو ملاحظين ان انا مدهنتش خالص الطرف اللي انا عملت الحافة بتاعت البيتزا، طرف البيتزا كده مدهنتوش، علشان البيتزا تكون هابطة كده من تحت والاطراف تكون عالية شوية، بيكون شكلها حلو جدا في التقديم. هنا دهنت خلاص الاطراف بتاعت البيتزا دهنة بسيطة جدا من الصلصة اللي معايا، انا عايزة يكون لونها مميز. شايفين الجمال؟ مفيش اجمل ولا اسهل من كده. في الوقت ده كانت الفرن بتاعتنا سخنة على درجة حرارة 200، بس من فوق تكون هادية خالص، ومن تحت على درجة حرارة 200. بس بعد ما الفرن تشتغل ب5 دقايق أهدي عليها النار وتطلع بالشكل القمر ده. مفيش أجمل ولا أسهل من كده. كانت سهلة وبسيطة بشكل، كانت حاجة كده في منتهى الجمال. ما تعبتش فيها أبدا. كنت فرحانة أنا وبعملها، علشان كنت عاملاها لعيد ميلاد أختي. كل سنة وانت طيبة يا عمري. مفيش أسهل ولا أجمل من كده. شكلها مبهر ما شاء الله تبارك الرحمن، وكمان طعمها فوق الممتاز. لذيذة وسهلة، الله أكبر عليها. شايفين صينية كبيرة قد إيه من غير ولا وقت ولا مجهود. حاجات متوفرة في البيت، ما خدتش معانا أي وقت خالص. هنا هبدأ أقطع البيتزا معاكم، بس هقطعها كده قطع كبيرة. في الأول كده هقطعها 4 مربعات، وكل مربع هبدأ أقسمه كده لنصين. شايفين الجمال؟ مفيش اسهل من كده. شايفين يا سيدي يا سيدي على الجمال؟ لونها ما شاء الله تبارك الرحمن. والقطع قطع، يعني القطعة كأنها صينية صغيرة. شايفين الجمال؟ تحفة، شكلها حلو، وكمان طعمها فوق الممتاز. بس للأسف الجبنة كأني ما حطهاش، علشان الجبنة اللي أنا استخدمتها دي كان نوع مش كويس، يفضل انك ما تستخدموهوش يعني. بس اللون كان ما شاء الله جميل جدا. شايفين لون البيتزا من تحت ازاي؟ اللون الذهبي القمر. يا رب الطريقة النهاردة تكون عجبتكم، والفكرة تكون عجبتكم، وتجربوا البيتزا بالطريقة دي. مش هتبطلوها من جمالها ومن حلاوتها. انا عملتها علشان عيد ميلاد اختي، فرحتها، ربنا يفرحني يا رب زي ما فرحتها ويكبر بخاطرها ان شاء الله، واشوفها قد الدنيا وافرح بيها ان شاء الله يا حبايبي. ما تنسوش تدعوا لها وتقولها كل سنة وهي طيبة. حاجة بسيطة فرحتها زي كده. الناس عشاق البيتزا عارفين البيتزا وقيمتها الجميلة. وكان عيد ميلادها ال22. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. كده اقدر لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. سلام.